يعني ايه شاحن هوائي؟ اكيد سمعت كلمة تيربو تشارج او سوبر تشارج قبل كده وما تعرفش معناها. فتعال نعرف مع بعض ايه هي انواع الشواحن وازاي بتشتغل. في البداية خلينا اشرح لك حاجة بسيطة الاول. الموتور بيستخدم البنزين والهواء لتوليد الطاقة، فلو زودت كل واحد فيهم هتولد طاقة اكبر. بس النهاردة احنا جايين نتكلم بالتفصيل ازاي تزود دخول الهواء للموتور. طيب تعالى نتعمق شوية بقى. نبدأ بالتربو، السيمفونية لكل عشاق السيارات. والتربو بيكون قطعة بتتركب في الموتور عشان تدخل هواء أكتر ومضغوط للموتور زي ما اتفقنا. بيكون فيها مروحتين في نفس الاتجاه مربوطين ببعض، وبيكون كل مروحة فيهم ليها مدخل هواء مخصوص. مدخل بيكون متوصل بأول مرحلة في العادم، والمدخل التاني بيكون متوصل بالإنتيك أو بالفلتر. بيشتغل إزاي بقى؟ تعال أقولك. المروحة اللي بتكون بتوصلها بالعادم دي بتستفيد من هواء العادم اللي طالع من الإكزوست اللي هو ملوش أي لازمة خلاص. فبدل ما الهواء ده يروح هدر، بيعدي ياخد في إيده المروحة، وزي ما اتفقنا المروحتين متوصلين ببعض. يعني أول ما هواء العادم يلف المروحة الأولى، المروحة التانية هتلف معاها تلقائيا بنفس سرعتها، وهتدخل هواء للموتور. والميزة في التربو إن كل ما سرعة الهواء العادم زادت، كل ما التربو دخل هواء أكتر للموتور. وكمان مش بيسحب أي طاقة من الموتور عشان يشتغل، هو معتمد على هواء العادم اللي ملوش أي لازمة. وخليك فاكر النقطة دي عشان هنرجع لها تاني. التربو ليه أنواع وأحجام. كل ما التربو كبر كل ما زود البوست أو ضغط الهواء وسحب الهواء داخل غرفة الاحتراق. ولكن على الناحية التانية كل ما زادت صعوبة تحريكه برضه عشان وزنه زاد طبعا. وده ياخدنا لعيب التربو الوحيد، وهو التربو لاج أو تأخير استجابة التربو. وزي ما قلنا كل ما التربو كبر كل ما هيدخل هواء أكتر، بس برضه هيكون أصعب إنه يلف. فتلاقي التربو اللي حجمه كبير جدا مش بيفتح إلا على ار بي ام أو عدد لفات موتور كبيرة، عشان هوا العادم بيكون ماشي بسرعة جدا فيقدر يزق مروحة التربو معاه. فاخترعوا نظام اسمه انتي لاج، وده وظيفته انه يحوش بوست من التربو بدوسة زرار. يعني قبل ما تحب تجري تدوس الزرار يحوش بوست بانه يخلي التربو يلف حتى على الار بي ام القليل، واول ما تسيب الزرار بتاخد استجابة لحظية من التربو. ده غير ان صوت الانتي لاج حكاية، والباك فاير اللي بيطلع من الاكزوست بسببه خرافي. واسمع كده. وعشان كده هتلاقي كل العربيات اللي بتنزل بتربو من المصنع غالبا بيكون التربو بتاعها حجمه صغير او متوسط، عشان بيكون سهل جدا انه يلف ويديك اداء على ار بي ام منخفض. بس بيكون اداؤه محدود شويه هنا. تقدر برضو انك تتغاضى عن مشكله تاخير التربو ده بانك تركب سيكوينشال تيربوز زي اللي نزل على التويوتا سوبرا مارك 4. وده بيكون تربوهين، واحد صغير بيشتغل على الار بي ام القليل عشان يديك اداء وانت بتقوم العربيه او انت بتسوق بهدوء، واول ما تدوس او الار بي ام يعلى التربو التاني الكبير بيستلم شغله. ونيجي هنا بقى للنوع التاني من الشواحن، السوبر تشارج. وغالبا مش بتشوفه الا على العربيات الامريكاني. كلهم بيعملوا نفس الوظيفة سواء تربو او سوبر، بيسحبوا هوا وبيضغطوه داخل غرفة الاحتراق. بس السوبر تشارج بيختلف شوية. السوبر تشارج بيتحط فوق البلوك عند تلاجة الموتور، ويكون السوبر فيه زي ماسورتين كده بيلفوا عكس بعض عشان يضغطوا الهوا ده جامد داخل الموتور. ميزة السوبر اللي بتخلي الأمريكان يعشقوه وهو الاستجابة اللحظية اللي بتحصل بسبب إن السوبر تشارج بيكون متوصل ببكرة الكرانك. يعني أول ما الموتور بيشتغل السوبر كمان بيشتغل. فدايما هتلاقي السوبر حاضر تحت رجلك، مش محتاج لا أنتي لاج ولا أي حاجة. وصوت ونين السوبر في حتة تانية الصراحة. اسمع كده. بس عشان دايما الحلو ما بيكملش، السوبر بيستخدم قوة بسيطة من الموتور عشان يدور لأنه مربوط فيه. فأصلا هو بياخد طاقة من الموتور عشان يشتغل. ومش كده وبس، ده كمان السوبر قوته بتكون محدودة شوية لأنه معتمد على الموتور مش على غاز العادم اللي زي ما اتفقنا سرعته بتبقى جنونية كل ما زاد عدد لفات الموتور زي في التربو. بس خليني أقولك إن السوبر بيكون أفيد في المواتير الكبيرة زي الماسل كارز الأمريكاني اللي بتكون بسعات لترية ضخمة 6 لتر مثلا، زي في الأسطورة الدوج تشارجر هيل كات. العربية دي موتورها 6.2 لتر سوبر تشارجد، بتطلع 707 حصان. والسوبر بيديك عزم وقوة وقتي من أول ما تلمس دواسة البنزين. بينما التربو محبوب جدا في المواتير الياباني والألماني لأن مواتيرهم بتكون صغيرة نسبيا مقارنة بالأمريكي. وطبعا بيحتاجوا حاجات تخدم عليهم زي وسائل تبريد اللي بتكون انتركولر في حالة التربو، ومبرد زيت للسوبر تشارجر.
وبيبات أو خراطيم عشان توصل لهم زيت. وفي حالة التربو بتحتاج حاجة اسمها ويست جيت، والويست جيت دي قطعة بتركب مع التربو عشان تتخلص من الهواء المضغوط اللي انت مش محتاجه، في حال مثلا انك شلت رجلك من على دواسة البنزين وكان في هواء ما دخلش الموتور فبيطلع من الويست جيت، وهي دي اللي بتطلع صوت التربو اللي كل عشاق السيارات بيحبوه. وأكيد في شركات كتير جدا كبيرة وعندها خبرة في تصنيع شواحن هوائية، أشهرهم في عالم التربو شركة جاريت الغنية عن التعريف وشركة HKS، وفي عالم السوبر تشارج عندك شركة ويبل. وكده أكون شرحتلك إيه هي شواحن الهواء وإزاي بتشتغل. أتمنى تكون استفدت من الفيديو، واكتبلي في الكومنتات تحب الفيديو الجاي يكون عن إيه. سلام.